أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. فيلمنا النهاردة بيحكي عن جاكي شان ومغامراته مع دب الباندا. بيبدأ الفيلم مع البطل جاكي وهو بيمثل مشهد أكشن، وفي المشهد قتل كل أفراد العصابة وبيموت في الآخر. وطبعا كلنا متعودين إن جاكي شان بيقتل بس لكن ما بيموتش. وبعد ما انتهى من تصوير المشهد قال له المساعد بتاعه اللي اسمه جون إن أنت النهاردة عندك كروت دعوة كتير، يعني زي مهرجان الجونة ومهرجان مش عارفة اسمه إيه كده هنا. وآخر دعوة كانت من حديقة حيوان اسمها نوح في جنوب أفريقيا، وبعتوا له دعوة تبني لدب الباندا من سلالة نادرة. ففرح جاكي جدا وقبل الدعوة ورفض الباقي. وتاني يوم سافر لجنوب أفريقيا، وهناك استقبله مدير الحديقة اللي اسمه بيتر، ورحب بيه جدا هو وعدد كبير من عشاق جاكي شان، وأخدوا للحديقة وقضى جاكي يوم جميل جدا مع معجبينه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف مربية الباندا اللي بتكون اسمها سوجين، واللي بتكتب استقالتها، وبعد ما كتبت الرسالة حطتها في جيبها. وبعدها كان جه ميعاد أكل الباندا، فراحت أخدت الحليب من التلاجة ودخلت الجنينة بتاعته، وفضلت تتحايل عليه ينزل ياكل لكنه رفض. فسابته وخرجت تاكل آيس كريم، وسألت أصحابها اللي شغالين في المكان إذا كانوا شافوا جاكي شان النهاردة ولا لا. فقالوا لها شافوه وقد إيه هو شخص جميل ووسيم. وقبل ما يخلصوا كلام لو جاكي قدامهم بيطلب منهم آيس كريم، فصرخوا كلهم من كتر الفرحة، وخصوصا صاحب المحل اللي هجم عليه ودمر الدنيا وأخد منهم الآيس كريم وراح قعد لوحده على جنب. فرحت له سوجين وقعدت جنبه وبدأت تتعرف وسألته شوية أسئلة، يعني زي مثلا انت معك فلوس قد ايه وساكن فين وأسئلة تانية كتير، لكنه ما ردش عليها وسألها انت مين بقى؟ فقالت له انا مربية الباندا. ففرح جدا وطلب يشوفه، فأخدته وراحت للجنينة. وأول ما دخلت ما كانش موجود، وفضلوا يدوروا وينادوا عليه لكنه برضه ما خرجش، لحد ما مرة واحدة جاكي لقاه ماسك في رجله، فحبه جدا واستغرب في نفس الوقت هو ليه مسكه كده. فقالت له سوجين طالما مسكك كده يبقى أكيد حبك، لأن مش بيحب أي حد بسهولة. وبعدين بننتقل لسفينة مرتزقة في عرض النهر، وعلى السفينة بيكونوا في مصارعة بين أفراد العصابة. وخرج الزعيم بتاعهم بعد ما استقبل اتصال تليفوني من شخص مهم، وقال لهم إن في مهمة جديدة، والمهمة هي إنهم هيسرقوا دب الباندا من حديقة نوح. فاستغربوا المرتزقة وقالوا له إنهم لو عملوا كده كل العصابات هتضحك عليهم. فرد وقال لهم وماله ما يضحكوا، بس لما يعرفوا إن العملية دي إن إحنا أخدنا فيها 10 مليون دولار وقتها هيعيطوا مش بعيد ينتحروا من الغيظ. وتاني يوم وصلت المرتزقة لحديقة الحيوان وتسلل جاك وبيلي، وفصلوا كاميرات المراقبة قبل ما أصحابهم يقتحموا المكان. ودخلت باقي العصابة بعربياتهم المدرعة. في الوقت ده كانت الحديقة عاملة حفلة شكر لجاكي شان علشان وافق وقبل تبني الباندا. أما جون فكان بيحاول يعطف ويلطف الجو مع سوجين، وسابها ورجع يجيب لها لعبة باندا من قسم الألعاب. ولما بص حواليه شاف أفراد العصابة وهم بيقتحموا المكان، فدخل واستخبى بين الألعاب. ودخل كريس وضرب رصاصة في الإزاز علشان يسمعه. ولما شاف جاكي ما كانش مصدق نفسه. أما جاكي فدخل بسرعة وادى الباندا لسوجين وقال لها تهرب بيها من هنا بسرعة. فأخدته واستخبت ورا الكرسي، وهو فضل يشتت تركيزهم لحد ما هربت سوجين ودخلت قسم التعقيم، وخرجت منه لقسم الألعاب. وهناك شافها جون وخبط لها على الإزاز وأخدها تستخبى معاه. أما جاكي فكان لسه بيشتت كريس وبيحاول يكتسب وقت أطول، وفضلوا نازلين في بعض ضرب بوكسي يمين وشمال لحد ما جاب جاكي فرعان من الأشجار ولسوع جسمه كله وفين يوجعك، وحطه على المرجحة وفضل يمرجح فيه ويخبط راسه في الإزاز. في اللحظة دي كانوا أفراد العصابة بيدوروا على سوجين، ووصل جاك وبيلي لقسم الألعاب، وهناك سمعوا صوت الباندا وعرفوا إن مصدر الصوت جاي من جوه. وقبل ما يقتحموا المكان كان خرج جون ولبس لبس باندا وحاول يبعدهم عن المكان، وبيفضل يجري ويهرب منهم لكنهم مسكوا في الآخر. وكل ده وجاكي لسه بيضرب كريس، وأخيرا قدر يهرب منه وركب الأسانسير مع سوجين. ولما خرجوا من الأسانسير لقوا تومي الجهاز الآلي في وشهم، ففكروا شوية وعرفوا إن هو ده الوحيد اللي هيقدر يهرب الباندا. فحطوا في صندوق تومي وطلبوا منه يخرجوه، وفعلا قدر تومي يخرجه بره، وخرجوا هو كمان ومشوا من فوق شلال عالي والمفروض انهم ينطوا. فطلب منها جاكي تنط هي الاول لكنها كانت خايفه ورفضت تنط. فقرب منها ومسكها من ايديها وحدفها تحت ورمى نفسه وراها، وركبوا هما الاتنين البتاع اللي شبه التوك توك ده وهربوا من المكان. اما بيلي وجاك فاخدوا جون ورجعوه تاني لباقي الرهائن، وكان في حارس واحد بس عليهم. وجون عمل نفسه مغمى عليه وفجاه فتح عينيه وطلب من الباقيين يساعدوه، فساعدوا وفكوا ايده وهو اتسحب وحاول ياخد السلاح من الحارس، وقامت بينهم خناقه وفي الآخر
الآخر قدروا كلهم يكتفوه وهربوا. وبنروح تاني لجاكي وسوجين وهم بيدوروا على الباندا لحد ما لقوه نايم في المخزن، فأخدته سوجين وحاولت تهرب بيه، وللأسف كانوا وصلوا أفراد العصابة وضربوا عليهم نار فمسكهم جاكي ونزل فيهم ضرب. والغريب بقى إن جاكي وبيلي كانوا معجبين بيه جدا. وطلعت سوجين ومشيت على ارتفاع عالي، فطلع له جاكي بسرعة وهي حدفت له الباندا وبعدها رمت نفسها، فنزل لها ومسك الباندا وضرب البنت الشريرة اللي مع العصابة وهرب منها ونزل تحت. ولقى العصابة مسكت سوجين، فقال لها يعني كل ده كان مضيعة للوقت اللي ما هربتيش؟ قالت له ما عرفتش، وطلب منه كريس يسلمه الباندا بدون كلام، وقبل ما يقرب منه قال له خليك مكانك، وبعد جاك ياخدوا منه، فأخدوا جاك وأخد جاك المسدس من جيبه ورفعوا عليهم وطلب منهم يسلموا نفسهم وإلا هيقتلهم كلهم. فضغطت كريس بالغلط على زرار التشغيل وشغل سير التغليف، وقع الباندا على السير وخرج متغلف في كرتونة. أما كريس فوقع جاكي على السير، فمسكوا جاكي من شعره وأخدوا معاه ومش هسيبك. وقدرت سوجين تعرف الكرتونة اللي فيها الباندا وأخدتها وحاولت تهرب، بس للأسف لقيتهم محاصرينها من كل حتة. وبعدها خرج جاكي وكريس متغلفين في كرتونة واحدة، وحط جاكي المسدس على راسه وقال لهم يسلموا أسلحتهم لتومي وإلا هيقتله. وقبل ما تهرب سوجين خرج المسدس وراهم، فعرفوا إن جاكي مش معاه المسدس. في الوقت ده كان بيتر مدير الحديقة وصل لغرفة التحكم وقبض على أفراد العصابة اللي في المكان، وجون هو كمان وصل للمستودع واقتحم المكان بعربية الونش وأخد جاكي وسوجين وهرب بيهم من المكان بسرعة. وخرجوا العصابة وراهم هم كمان وحاولوا ياخدوا منهم الباندا، والمصيبة إن الباندا كان هيقع لكن جاكي مسكه قبل ما يقع. وبيتر كان شايف كل الأكشن من كاميرات المراقبة واستنى الوقت المناسب وطلب من مساعديه يقفلوا الباب الرئيسي للحديقة، وفعلا قفلوا بعد ما خرج جاكي وحبسوا باقي أفراد العصابة جوه. وبعد ما خرجوا عيط الباندا وقالت لهم سوجين إنه بيعيط لأن ده ميعاد أكله، وفضلوا يسألوا نفسهم هنعمل إيه لحد ما جون شاف أنثى وحيد القرن بترضع أطفالها، فقربوا منها وحاولوا ياخدوا منها شوية لبن. والمصيبة إن جوزها جا وجري وراهم وكانت ليلة. طيب خلص لحد كده؟ طبعا لا. وصل زعيم العصابة وسيطر هو وعصابته على الحديقة كلها، ولما شافهم بيتر قعد يستناهم وتحس كده من شكله انه هيكسر الدنيا. لكن اول ما دخلوا سلمهم السلاح وبعدها كب القهوة على لوحة التشغيل وحرقها، فمسكوا الزعيم من زمارة رقبته وكان هيموته. وبنروح تاني لجاكي وجون وسوجين وهم بيلاقوا برج المراقبة في الغابة، فكسروا الباب وطلعوا فوق ودخلوا افراد العصابة هم كمان الغابة وفضلوا يدوروا عليهم. وخرجت سوجين تتكلم مع جاكي شوية وسألها جاكي انت ليه بتشتغلي شغل تطوعي زي ده؟ فقالت له لأنها وهي في المدرسة كانت بتحب قصص الحيوانات وكانت بتحب تزور عالم الحيوان وانضمت لهم بشكل تطوعي. وعرفته انها كتبت رسالة استقالتها من فترة طويلة وكل ما تحاول تاخد الخطوة دي ما كانتش بتقدر، لأن الباندا كان بيمسك فيها وهي كانت بتضعف قدامه ومش بتقدر تسيبه أو تبعد عنه. وتاني يوم الصبح صحيوا من النوم على صوت أفراد العصابة وهم بيقتحموا الغابة وقدروا يخطفوهم وأخدوهم للسفينة بتاعتهم. وفي نفس اليوم بالليل دخل جون ومعاه بيلي وجاك ومعاهم الأكل، وقالوا إن بيلي وجاك بيحبوه جدا ومستعدين إنهم يساعدوهم لحد ما يهربوا من هنا. فلبسوا لبسهم وخرجوا يدوروا على سوجين، وبعد ما لقوها بدأوا يدوروا على الباندا ولقيوه أخيرا ورمت له سوجين الساعة بتاعتها اللي فيها جهاز تتبع. فركب جاك العربية اللي هيهربوا فيها الباندا، وكان جاك وبيلي بيحاولوا يهربوا سوجين وجون، بس للأسف شافهم كريس وقبض عليهم. أما جاكي فرح مع الباندا وسلموا زعيم العصابة الرجل أعمال خليجي، وقبل ما ياخدوا الفلوس دخل جاكي ونزل فيهم ضرب. أما الباندا فكان طلع فوق وطلع جاكي وراه ومسكوا زعيم العصابة وخنقوا، وقبل ما يفقد الوعي فاق على صوت سوجين وهي بتنادي عليه. وقتها وصلت الشرطة وقبضت على زعيم العصابة، وشاف جاكي رجل الأعمال وسألوا ليه عايز تسرق الباندا، فأخدوا لغرفة بنته باشا والمصيبة بسرطان الدم، وقالوا إنها بتحب الباندا جدا والمفروض إن فاضل لها 3 شهور بس وتموت وكل اللي بتتمناه هو دب الباندا. فتأثر جاكي جدا وخرج بسرعة وجاب لها الباندا ووعدها إنها يجيبه لها تشوفه من وقت للتاني. وفي مشهد النهاية بنشوف جاكي بعد ما عمل حديقة خاصة للباندا وساب التمثيل وبقى بيهتم به هو وجون، وخلص الفيلم على كده وسلام.